في كل سنة بيكون في مسلسلات تركية كتير جدا، لكن خلال السنة مسلسلين 3 هما اللي بيعلقوا معانا. يا ترى ايه هي افضل المسلسلات التركية خلال اخر 10 سنين؟ تابعوا معايا بقية الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه هما. يا ريت ترجعوا للفيديو بتاع الجزء الاول، هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو هنا، لان هتلاقوا فيه مسلسلات مختلفه عن المسلسلات اللي انا هقولها في الفيديو ده، علشان يبقى عندكم حاجه شامله يعني بكل المسلسلات اللي قلتها وايه هي افضل المسلسلات اللي انا قلتها. وعشان برضو لو ما لقيتوش المسلسل المفضل بالنسبه لكم في الفيديو ده، يبقى اكيد هتلاقوه في الفيديو التاني. اول مسلسل او اول سنة 2015 طبعا كان فيها مسلسلات كتير جدا، ومن افضل المسلسلات بالنسبة لي في السنة دي كان مسلسل حب اعمى. حب اعمى هو بطولة نسليهان اتاجول، وكمان كان بيشاركها البطولة براك اوزجيفات، وكمان كان اورجانجي اوغلو. المسلسل ده القصة بتاعته كانت حلوة جدا، وكان مكون من موسمين. الموسمين على بعض كانوا 74 حلقة مترجمة. تاني مسلسل معايا في السنة دي هو مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، والمسلسل ده هو اكشن ودراما، وكمان في احداث كتير جدا سياسية ومافيا. فعشان كده برضو اللي بيحب مسلسلات الاكشن هنزلكم برضو هنا لينك الفيديو بتاع مسلسلات الاكشن والترشيحات اللي انا اتكلمت فيها عن ايه هي افضل المسلسلات الاكشن، سواء بقى مافيا، جريمة، عصابات، عسكري، كل الحاجات دي هتلاقوها موجودة. نرجع بقى لمسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، وهو بطولة اوكتاي كاينارجا، وكمان كان بيشاركوا البطولة دينيس شاكر ويونس امرا واوزان اكابابا. يعني كان في كاست كبير جدا، وكانوا كلهم احسن من بعض بصراحة. والمسلسل ده كان عبارة عن 6 مواسم 199 حلقة مترجمة، ويقال ان الحلقة رقم 200 تم تصويرها، ولكن بسبب خلافات ما تمش عرضها. وتالت مسلسل معايا في السنة دي وهو مسلسل حب للإيجار. حب للإيجار كان مسلسل كوميدي رومانسي خفيف كده ولذيذ، ورشحته في اكتر من مرة في المسلسلات الكوميدية وفي افضل المسلسلات الصيفي. برضو هنزلكم لينك الفيديوهات هنا اتفرجوا عليها. والمسلسل ده كان بطولة الممثل باريش أردوتش، وكمان كانت بتشاركوا البطولة ألشن سانجو. والمسلسل ده كان عبارة عن موسمين. الموسمين على بعض كانوا 69 حلقة مترجمة. يا ترى انتوا ايه هو بقى افضل مسلسل بالنسبة لكم في 2015؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. سنة 2016 بالنسبة لي من أفضل المسلسلات اللي كانت في السنة دي كان مسلسل في الداخل كان مسلسل مافيا وكمان أكشن وجريمة. والمسلسل ده بطولة شاتاي أولسوي، وكمان الممثل أراز بولوت إنيملي. المسلسل ده كان عبارة عن موسم واحد 39 حلقة مترجمة. أما تاني مسلسل معايا في السنة دي فهو مسلسل أغنية حياة. المسلسل ده كان بطولة برجو بيرجيك، وكمان كان بيشاركها البطولة سركان سوكولو. والمسلسل ده كان عبارة عن موسمين 57 حلقة مترجمة، وكان دراما ورومانسي في نفس الوقت. أما تالت مسلسل معايا في سنة 2016 فهو مسلسل الحب لا يفهم من الكلام. والمسلسل ده كان كوميدي رومانسي خفيف جدا، وكان عبارة عن موسم واحد 31 حلقة، وهو بطولة الممثل براك دينيز، وكمان كانت بتشاركوا البطولة هاندا أرتشل. المسلسل ده كان من المسلسلات الخفيفة اللطيفة الكوميدية اللي انتوا تتفرجوا عليها كده وانتوا يعني قاعدين تبتسموا، مش شايلين هم حاجة، او يخرجكوا يعني من مود الكآبة اللي انتوا موجودين فيه. أما سنة 2017 فمن أفضل المسلسلات بالنسبة لي في السنة دي كان مسلسل عاصمة عبد الحميد، اللي كان بيقوم ببطولته بولند إينال. والمسلسل ده 5 مواسم، ال5 مواسم على بعض 154 حلقة مترجمة، وهو كان مسلسل تاريخي. وعشان برضو لو انتوا بتحبوا المسلسلات التاريخية كنت عملت عنها أكتر من فيديو، برضو هنزل لكم لينك الفيديوهات هنا اتفرجوا عليها. في ترشيحات كتير جدا لكل الفئات اللي انتوا هتحبوها، هتلاقوها موجودة على القناة. عشان كده لازم تفعلوا زرار الجرس، وكمان تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا كومنت عشان كل حاجة بنزلها توصل لكم أول بأول. تاني مسلسل معانا في السنة دي كان مسلسل فضيلة وبناتها. المسلسل ده كان فيه طاقم كبير جدا زي دينيس بايسال، وكمان شغلة الأرطغرل، وكمان الممثل ألبن فروز وعفرة سراتش أوغلو. كان بطولة جماعية حلو جدا، وكانت قصة المسلسل كمان جميلة. وهو عبارة عن موسمين، الموسمين كانوا 50 حلقة. أما تالت مسلسل معايا في سنة 2017 كان مسلسل عروس اسطنبول. المسلسل ده كان بطولة أوزجان دينيز، وكمان كانت بتشاركوا البطولة أصلي إنفر. والمسلسل ده هو درامي ورومانسي، وكمان مكون من 3 مواسم. ال3 مواسم كانوا 87 حلقة مترجمة. انتوا كمان ايه هو أفضل مسلسل بالنسبة لكم في 2017؟ ولو هتقولوا الحفرة ما تنسوش لازم ترجعوا للجزء الأول، لأن برضو كان من ترشيحاتي فيه إنه مسلسل الحفرة هو أفضل مسلسل في 2017.
أما سنة 2018 فمن أفضل المسلسلات بالنسبة لي في السنة دي كان مسلسل كان يا مكان في تشيكوروفا، والمسلسل ده كان حقبة زمنية، وبرضو اللي بيحب المسلسلات بتاعة الحقبة الزمنية هنزل لكم فيديو كامل كله عن الحقبة الزمنية اللي هو بنتكلم فيها، أو التصوير بتاع المسلسل بيكون في زمن مختلف عن الزمن الحالي اللي احنا موجودين فيه. هنزل لكم لينك الفيديو هنا اتفرجوا عليه. مسلسل بقى كان يا مكان في تشيكوروفا كان بطولة أوجر جونش، وكمان بتشاركوا البطولة هلال ألتنبلك، وكمان بيشاركهم مراد أونالمش. المسلسل ده كان عبارة عن 4 مواسم، الاربع مواسم كانوا 118 حلقة مترجمة. اما تاني مسلسل معايا في السنة دي فهو مسلسل قوت العمارة، وهو مسلسل تاريخي وحربي، وكمان بطولة المسلسل هنا كان بيقوم بيها اسماعيل إجا ششماز، وكمان كان بيشاركوا البطولة كانت شانر. المسلسل ده كان عبارة عن موسمين، والموسمين كانوا 33 حلقة مترجمة. اما تالت مسلسل معايا في السنة دي هو مسلسل التفاح الحرام او التفاحة الممنوعة، وهو بطولة إيدا إجا، وكمان كانت بتشاركها البطولة شيفال سام وأنور تونا. المسلسل ده كان عامل ضجة كبيرة جدا وقت ما اتعمل، وانا اتعلقت بيه جدا وقتها، وهو كان عبارة عن 6 مواسم اتعمل منه 177 حلقة مترجمة. داخل بقى فيه دراما ورومانسية وكوميديا وكمان انتقام في كل الالوان هتلاقوها فيه ما عدا الاكشن يعني. فاللي بيحب المسلسلات من النمط ده هيحب برضه المسلسل ده جدا. اما في سنة 2019 فمن افضل المسلسلات بالنسبة لي في السنة دي كان مسلسل زهرة الثالوث، وزهرة الثالوث كان بطولة أكن أكينوز، وكمان كانت بتشاركوا البطولة إبرو شاهين. والمسلسل ده هو عبارة عن دراما ورومانسي وكمان انتقام، وداخل فيه جواز إجباري. ولو بتحبوا برضو المسلسلات اللي بتتكلم عن الجواز الإجباري، في اكتر من فيديو اتكلمت عن الجواز الإجباري ده اللي هو بينتهي بقصة حب، لان في جواز إجباري بيبقى انتقام وبيبقوا بالعافية يعني، لكن دول انتهوا بقصة حب. هنزلكم برضو لينك الفيديوهات هنا اتفرجوا عليها. مسلسل بقى زهرة الثالوث كان عبارة عن 3 مواسم، ال3 مواسم كانوا 69 حلقة مترجمة. اما تاني مسلسل معايا في السنة دي وهو مسلسل المؤسس عثمان. المؤسس عثمان هنا كان بطولة الممثل براك أوزجبت، وكمان اتعمل منه 6 مواسم، وخلاص هو كده 6 مواسم لان مش هيكمل لموسم سابع، والموسم السابع هيبقى مسلسل المؤسس أورهان. فال6 مواسم هنا كانوا 193 حلقة، وهو من المسلسلات التاريخية الحربية اللي داخل فيها أكشن كتير. أما تالت مسلسل معايا في السنة دي فهو مسلسل ابنة السفير. أنا كنت بحب المسلسل ده جدا وقت ما نزل، وهو بطولة الممثل إنجن أكيورك، وكمان بتشاركوا البطولة نسليهان أتاجول. المسلسل ده كان عبارة عن موسمين، وكان مكون من 52 حلقة مترجمة. اما في سنة 2020 فافضل المسلسلات بالنسبة لي كان مسلسل اتصل بمدير اعمالي، وكانت الفكرة بتاعة المسلسل ده مختلفة جدا، ان احنا نشوف الكواليس بتاعة الاحداث بتاعة المسلسلات. المسلسل ده هو كان درامي وكوميدي ورومانسي في نفس الوقت، وكان بطولة الممثل دينيس جان اكتاش، وكمان كانت بتشاركوا البطولة احسان ايروغلو، وكمان الممثل باريش فالوي. والمسلسل ده كان مكون من موسم واحد 45 حلقة مترجمة. اما تاني مسلسل فهو مسلسل شقة الابرياء، والمسلسل ده هو بطولة فرح زينب عبد الله، وكمان كان بيشاركها البطولة بركان سكولو. والمسلسل ده كان عبارة عن موسمين 78 حلقة مترجمة، وهو كان دراما نفسية. اما تالت مسلسل بالنسبة لي في السنة دي كان مسلسل الخائن، وهو بطولة جان سوديري، وكمان كان بيشاركها البطولة جانر جاندورك. والمسلسل ده كان عبارة عن موسمين، الموسمين على بعض كانوا 60 حلقة مترجمة. اما في سنة 2021 فمن افضل المسلسلات بالنسبة لي كان مسلسل السجين او المحكوم، واللي هو كان بطولة أنور تونا، وكمان كان بيشاركوا البطولة اسماعيل حجي أوغلو. المسلسل ده اكشن وجريمة ودراما، وفي حاجات كتير جدا مشوقة من الحاجات اللي انا كنت بحبها جدا. اتعمل منه موسمين، ولكن بالنسبة لي انا بعتبر ان هو موسم واحد اللي هو الموسم الاول، والموسمين على بعض كانوا 31 حلقة مترجمة. اما تاني مسلسل بالنسبة لي في السنة دي كان مسلسل المنظمة، اللي لسه لحد دلوقتي مستمر، وهيبدأ انه يتعرض الموسم السادس بتاعه في الموسم الشتوي الجديد. المسلسل ده ضم ناس كتير جدا، طبعا منهم دينيس بايسال وتشغل الارطغرل، وكمان مراد يلدرم وتولجا ساريتاش وايبوكي بوسات، ناس كتير جدا، لان على مدار المواسم الابطال بيختلفوا او بيتغيروا يعني. لحد دلوقتي نزل من المسلسل ده 148 حلقة مترجمة.
اما تالت مسلسل بالنسبه لي وكان افضل برضو مسلسل في السنه دي وهو مسلسل الصيف الاخير. المسلسل ده كان بطوله البراندو يماز وكمان كان بيشاركوا البطوله حفصه نور، والمسلسل ده هو عباره عن موسمين 26 حلقه مترجمه. يا ترى انتوا ايه هو اكتر مسلسل بتحبوه من المسلسلات اللي انا قلتها؟ أما في سنة 2022 فمن أفضل المسلسلات بالنسبة لي وأكأبها كان مسلسل القليل من ضوء النهار. المسلسل ده كان بطولة بيرك أوكتاي وكمان كانت بتشاركوا البطولة ثيراي كايا. المسلسل ده عبارة عن موسم واحد 36 حلقة مترجمة. وتاني مسلسل بالنسبة لي في السنة دي كان مسلسل طبيب القرية أو طبيب البلدة، واللي كان بيقوم ببطولته أوزان أكابابا وكمان دينيس جان أكتاش وكمان هزال سوباتشي. يعني تقدروا ان انتوا تقولوا ان انتوا بتتفرجوا على المدينة البعيدة جنبها حب بلا حدود وكمان معاها مسلسل المشردون. الثلاث ابطال اللي في الثلاث مسلسلات دول كانوا مجتمعين في مسلسل واحد وهو مسلسل طبيب البلدة. والمسلسل ده كان عبارة عن موسمين، الموسمين على بعض كانوا 32 حلقة مترجمة وكان مسلسل دراما طبية. ولو انتوا برضو بتحبوا المسلسلات اللي بتتكلم عن الطب والدراما الطبية هنزل لكم برضو هنا لينك الفيديو اللي اتكلمت فيه عن افضل المسلسلات الطبية. اما ثالث مسلسل بالنسبة لي في سنة 2022 هو مسلسل شراب التوت. وشراب التوت هنا هو بطولة الممثل بارش كليتش وكمان بتشاركوا البطولة ديفرم ألاسيا وسيلا تورك أوغلو. والمسلسل ده مستمر لسه لحد دلوقتي واتعمل منه 3 مواسم. ال3 مواسم 103 حلقة مترجمة، والموسم الرابع هيكون معانا في الموسم الشتوي الجديد لسنة 2025-2026. أما في سنة 2023 فمن أفضل المسلسلات بالنسبة لي كان مسلسل المتوحش بطولة خالد أسجر وكمان برتان أصلاني. والمسلسل ده كان عبارة عن موسمين اتعمل منه 50 حلقة مترجمة. أما تاني مسلسل فهو مسلسل حب بلا حدود، والمسلسل ده بطولة دينيس جان أكتاش وكمان كانت بتشاركوا البطولة ميراي دانر. المسلسل ده لحد دلوقتي اتعمل منه 63 حلقة مترجمة موسمين، والموسم الثالث داخل على الأبواب معانا في الموسم الشتوي الجديد ل 2025-2026. اما ثالث مسلسل بالنسبه لي في سنه 2023 فهو كان مسلسل صلاح الدين الايوبي وهو بطوله اوغر جونش. والمسلسل ده كان تاريخي وحربي وكمان المسلسل ده اتعمل منه موسمين، الموسمين كانوا 58 حلقه مترجمه. أما في سنة 2024 فمن أفضل المسلسلات بالنسبة لي مسلسل المدينة البعيدة اللي طبعا كل الناس بتتكلم عنه حاليا ومستنيين الموسم الجديد بتاعه، وهو بطولة أوزان أكابابا وكمان بتشاركوا البطولة سنم أنسال. المسلسل ده اتعمل منه لحد دلوقتي 28 حلقة مترجمة، يعني موسم واحد، والموسم التاني مستنيينه يكون معانا في الموسم الشتوي الجديد. أما تاني مسلسل معايا في 2024 فهو مسلسل بهار، والمسلسل ده هو بطولة ديمت أفجار وكمان كان بيشاركها البطولة محمد يلماظ. والمسلسل ده اتعمل منه موسمين 48 حلقة مترجمة، والموسم الثالث هيكون برضو معانا في الموسم الشتوي الجديد. أما ثالث مسلسل بالنسبة لي في 2024 هو مسلسل محمد الفاتح أو محمد سلطان الفتوحات وهو بطولة سركان تشاي أوغلو. والمسلسل ده هو تاريخي وحربي واتعمل منه موسمين، الموسمين على بعض كانوا 47 حلقة، وبرضو الموسم الثالث هيكون معانا في الموسم الشتوي الجديد 2025-2026. يا ترى ايه هو اي مسلسل من الثلاث مسلسلات دول انتم متحمسين ليهم ومستنيين ان انتم تتفرجوا عليهم في الموسم الشتوي الجديد؟ وعلشان تعرفوا ايه هي بقية المسلسلات وكانت افضل المسلسلات خلال السنين دي لازم ترجعوا للفيديو ده، وعلشان تعرفوا ايه هي افضل المسلسلات التاريخية ارجعوا كمان للفيديو ده. سلام.